السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقات الجميع أحبابي في الله. سعيد جدا في أن ألقاكم في موضوع اليوم إن شاء الله الأدفانسد سيستم كار. سنقوم بتثبيت والتفعيل. أولا نبدأ بالتحميل. سنقوم إن شاء الله بتحميل البرنامج والملف المضغوط الذي يحتوي على الكراك ديال الذي سنقوم بالتفعيل به، ويحتوي أيضا على السيريالات. بعد أن تقوم بفتح الروابط المختصرة التي ستجدها إن شاء الله أسفل هذا الفيديو، تقوم بتجاوز الإعلانات لتنتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لتقوم بتحميل الأدفانسد سيستم كار من الموقع الرسمي. داونلود ناو ويبدأ معنا التحميل. ثم سترجع إلى الرابط الثاني لتقوم بتحميل الكراك ديالال وأيضا السيريالات، مثلا من مركز الخليج. اضغط هنا لتنزيل الملف. سينتج عنه إن شاء الله البرنامج والملف المضغوط. تقوم باستخراج الملف، تضعه على سطح المكتب، تجد فيه إن شاء الله الكراك ديالال وأيضا السيريالات لمن يحتاج إليه. سنقوم إن شاء الله بالتثبيت أو التفعيل إن شاء الله بالكراك ديالال ليس بالسيريالات. نبدأ بتثبيت البرنامج. هنا قبول العقد. هنا يقترح عليك الطولباغ، لا نقبله، أنا لا أقبله، حاجة اختيارية. ثم تالي ويبدأ معنا التثبيت. قلنا أن التفعيل بالسيريالات لا يحتاج إلى شرح، مجرد إقطاع الإنترنت وادخل السيريال. لكن سنقوم إن شاء الله بتفعيل نسخة أصلية من الأدفانسد سيستم كار عن طريق كراك ديالال. هنا بعد أن يبدأ البرنامج يعطيك تعريف بسيط بالبرنامج، سنقوم بتجاوزه. هنا الموقع الرسمي يشكرك على تحميل وتثبيت الأدفانسد سيستم كار ويبدأ معنا. هنا في سنتر داكسيون ستجد إن شاء الله علامة غريبة لا تقلقك. هذه برامج وليست أخطاء، برامج يقترحها عليك أدفانسد سيستم كار من أجل تحسين الجهاز أو الكمبيوتر، تستطيع تحميلها أيضا. هنا في التفعيل أو نبدأ التفعيل إن شاء الله نقوم بإيقاف البرنامج ونقوم بفتح الجيستيون داتاش لنقوم بإنهاء المهام. كامل المهام نقوم بإنهائها، وتأكد من ذلك قبل التفعيل. تأكد أنك قمت بإنهاء المهام قبل التفعيل لينجح معنا على بركة الله. بعد أن قمنا بإيقاف البرنامج نذهب ونضغط على أيقونة البرنامج ونضغط بزر الفأر الأيمن ونختار Ouvrir l'emplacement des fichiers أو خصائص، ونضغط على Ouvrir l'emplacement des fichiers أيضا إن كنت على جهاز XP، ونذهب إلى الكراك ديالها لنقوم بنسخه ثم نلصقه في هذا الملف. هنا يطلب منك تغيير الكراك ونقوم بتغييره ثم التأكيد، وهكذا عندنا نسخة أصلية. نقوم بفتح البرنامج للتأكد. وهنا عندنا كما تشاهد نسخة برو أصلية من البرنامج. بعد أن قمنا بالتفعيل الآن نستطيع التوجه إلى البرنامج وتفعيل بعض الخصائص مثل البوستر الذي يستطيع أن يخفف الرام. كيف ذلك؟ أنه يوقف بعض الخصائص بعض البرامج المثبتة على الجهاز التي لا يحتاجها البرنامج للإقلاع والعمل. يقوم بإيقاف هذه البرامج التنشيط بهذا الشكل. نقوم بالتعليم على كامل البرامج. تأكد جيدا أنه لن يضر بالبرنامج ولا بالجهاز، أي سيساعد في تنشيط الرام. هنا يطلب منك أن التفعيل وعند انطلاق الويندوز، وهذا ما نريده. هذا العملاق للتنظيف الجهاز فيه كثير من الخصائص والكثير أيضا من البرامج التي يقترح عليك أيضا جيدة سنأتي على ذكرها إن شاء الله في دروس قادمة على بركة الله. هنا تجد أيضا الكثير من الخصائص مثل هذه الخاصية التي تستطيع تنظيف القرص الصلب